اقتراح لوصفات مختلفة متنوعة خفيفة صيفية. تقدروا ديروها باللحم، تقدروا ديروها بالدجاج، تقدروا ديروها بلاش خياتي او مقدار قليل من اللحوم او الدجاج. امور درتها في البيت ديالي خياتي، ماشي بالورقة والسيالة. قلت نعطيكم افكار وانتم ايضا بالمقابل زيدوا اعطونا افكار في التعليقات. قلت لكم وصفات خفيفة وان شاء الله فقط نفيدكم. تبعوا فقط الفيديو الاخير، اكيد ان شاء الله راحين تستفادوا. سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير بصحة جيدة ومهنيين. قبل ما نبدا نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واكيد ما تنسونيش باللايكات تاعكم والتعليق الطيبة كما مرفين تخلوهم لي. لا يعطيكم الصحة والخير والهنا، لا يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. اول اقتراح وعلى بالي كامل راكم ديروا فيه لخاطر الدراري كامل يحبوها، اللي هي البيتزا. البيتزا بجميع اشكالها، بجميع لي صوص ديالها، البيتزا بجميع ايضا لي بات ديالها، بيتزا كوفير، بيتزا كاري، بيتزا نابوليتان، بيتزا مكسيكان وما الى ذلك. حاولي فقط انك لاصوص تكون عندك موجوده. لاصوص بلونش اذا حبيتي ديري هذيك لا ديرنيير مينوت، يكون عندك شويه زيتون في البيت بيان كو لي فاكولتاتيف، شويه تاع الفرomاج، اشري كميه كيما تحبي اختي العزيزه. حبيتي فرماج، حبيتي تحضيرات جبنيه، كل وحده على حسب المقدور ديالها. تكون عندك هكذا على الاقل يوم ولا يومين جوزي فيه هذاك الاسبوع بالبيتزا، تتهنى. يكون عندك بزاف امور في البيت. مع القضيه نتاعك ديري حسابك، مع العوله ديالك ديري حسابك. هكذا غير تحبي ديري البيتزا بجميع اشكالها، يكون عندك كلش في البيت. على بالي السخانه، لكن هذه الامور خياتي نديرهم مع العشيه كامل. ثاني اقتراح خياتي اللي هو التكتوكه. التكتوكه ثاني كاينه كما نقولوا بكل انواعها، تكتوكه بالبصل والطماطش، تكتوكه بالفلفل، تكتوكه بالباذنجان، يعني تكاتك كما يقولوا على جميع الانواع تاعهم. شوفوا هنا ثاني البيتزا راني نقترح لكم جميع الاشكال تاع البيتزا، بيان كو هذه خياتي كنا كليناها برا. هذا هو البنات، قلت فقط نعطيكم لقطات. الجوازات بيان سور حنا عندنا الزوج كيما انا الزوج ديالي ياكل الجوازات، نقترح لكم بعض الجوازات اللي خفاف خياتي. كاين اللي تقدروا ديروهم غير يعني مرصوا فقط تاع الدجاج اختي العزيزه. انتي درتي مثلا اطني رجران الزوج ديالك، طاجين الزيتون هنا كما اقترحته لكم، تليتلي والمعجنات كامل خياتي لولادكم، المقارون، سباغيتي، طاغلياتيل، المهم هادوما. الروز تحبوه اون سالاد، تحبوه اون صوص بلانش ولا اون صوص روج، ولا تحبوه غراتان في الفوغ. يعني راني نقترحها لكم، يعني واش درت هو في نفس الوقت الامر واش تقدروا ديروه. لي ساندويتش خياتي هادوما الباردين ملح على 12، لخاطر على 12 تكون سخانه. على بالي ما تقدريش اختي العزيزه، ومادام ما ياكلوش الجوازات دونك ما تقدريش توجدي ساندويتش مع الصباح. لكن الخبز تقدري توجديه الصباح بكري، كساسوا ميني برجر ولا هادوما كما يقولوا خبز منفوخ اللي حبيتي اختي العزيزه توجديهم. وبعد ديري ان ميلونج بارد، شويه طون شويه مايس، كما شفتوا معايا، شويه بيض مغلي مع الفرomاج، وهما داروه ديري في البانينوز ياكلوه وما يقولوا لك والو، مع قرعه تاع الجو ولا قرعه تاع الكازوز ولا حتى الماء ما كاش اشكال. هنا هذا الحوت خياتي اللي كون اقترحته لكم شريته مع المشتريات تاعي تاع الشهر. البنات تقدروا يعني انا ننصحكم انكم على الاقل مره في 15 يوم ولا 20 يوم تشروا لهم شويه سردين ولا شويه حوت. للفوائد الجمه تاعهم دي فوا يكونوا رخاص. دونك ديروهم بوش حبيتوا، بون سالاد برك بشويه حميس ولا كيما حبيتوا. هنايا ايضا سلطه هنايا تاع البطاطا وزروديه، تقدروا ديروها يعني بخضار مختلفه. تقدروا حتى مع اللوبيا ماشطو، مع الجلبانه، كل وحده وكيفاش تحب السلطات هذه. هنا ثاني اقتراح اخر البنات، درت شويه تكتوكه كانت معسله ما نقولكمش كيفاه، عجنه غير صغيره عجنتها مع الصباح، مع العشيه درت حبات تاع مسمن البنات وحبات تاع المحاجب، وزدت لافقتهم مع اون سالاد دو ري، سلطه الارز تمشي انا بزاف في البيت. نخلط لها شويه جلبانه زروديه، كيفاش يقولوا له راح لي البنات الزيتون وما الى ذلك. هنا ايضا خياتي جواز واحد اخر اقترحته عليكم اللي هو جواز تاع الجلبانه. الجلبانه على كل حال تجيب الدجاج وتجيب بلا دجاج تجي هايله البنات، تخلطوا فيها الخضره اللي حبيتوا. انا درت شويه زروديه مع شويه بطاطا البنات، والقرنون كان عندي في العلا، معناتها العلا هنا بيت الخزين المجمد. هاد الامور كامل راح يساعدوك كي ديري تشدي ورقه وستيلو وديري المنيو تاعك على حساب واش عندك في البيت. حاجه اللي ناقصاتك راح تشريها مع
المستلزمات اللي تشريهم خلال الاسبوع. رافقت ايضا بيسك الولاد ما ياكلوش الجواز، درت الخبز الطاكوس كيما شفتوا خياتي انا نديرو في البيت ما نشريهش، لانه في معظم الاحيان ما نشريه ديجا غالي اون بليس دو سا يجيني ماشي مليح، يعني يتفتت وحده. جو بريفير نديروه في الدار، ما نديرش كميه كبيره على وقفه وانايا خدمته. هنا راح نشارك معاكم واحد لاصوص البنات تغنيكم على كاع لي صوص تاع برا، تقدروا حتى ما تشريوهمش. هنا درت كميه من الفرomاج، وهنايا طبعا الفرomاج نوعيه الفرomاج راح تلعب دور في البنات تاع هاد لاصوص. قد ما تخيروا فرomاج بنين قد ما هاد لاصوص تجيكم بنينه. درت لها ان بو دياوت ناتور، تقدروا ديروا لها لا كريم فريش، تقدروا ديروا لها شويه حليب. وشنو الا درتوا لها الحليب البنات ما ديروش كميه كبيره، نخلطهم مليح خياتي. قلت لكم تقدروا ديروا الا كان عندكم مثلثات، يعني فرomاج مثلثات، ديروا كاش 5 ولا 6 على حسب الكميه اللي حابين ديروها. قرصه تاع الملح فقط خياتي، باسكو الفرomاج ريجيم، الفرomاج بلوتو ياغورت ناتور هذاك مسوس. ودرت غير نص تاع البو تاع زيت الزيتون فقط البنات، نخبطها مليح كيما يقولوا. تجيكم هي صوص فرomاج، وما في جهه اخرى راهي كيما يقولوا مايونيز. ما نقولكمش كيفاش تجيكم. في الاخر نزيد لها مغرفه تاع الخل، مغرفه تاع اكل تاع الخل تجي بنينه البنات، ما نقولكمش كيفاه. هاد لاصوص وشنو البنات تاعها على حساب الفرماج اللي تكونوا حاطينه بيان سور. هذا هو. قلت لكم تقدروا في بلاصه الفرomاج بلوتو ياغورت ناتور ديروا فرomاج ريجيم، ولا ديروا شويه تاع الحليب. وشنو الحليب الا درتو ما تكثروش باش ما تجيكمش مايها. تقدروا ديروا لا كريم فريش. هذا هو. هاي لاصوص تاعنا. شوفوا عاد هنايا البنات راهي ما درتهاش في الفريجيدير، معناتها وجدتها وراني شاركتها معاكم. دوك كي نديرها في الفريجيدير راح تزيد تحكموا حاول تجي ما نقولكمش كيفاه بنينه. كي ديروها نيمبورت كيل ساندويتش ديروها راح يجيكم هايل. وانا الخبز دائما خياتي جهه نطيبو مليح وجهه نخليها بيضه. الجهه اللي مطيبتها مليح ندير فيها كامل واش راني حابه، يعني لا فارس هذيك. والجهه الاخرى طبعا راح تروح للبانينوز تتحمر. هذا هو. استعملت هذيك لاصوص اللي طيبت، شويه بطاطا مقليه، هذاك الدجاج طبعا اللي مارينيتو البنات وطيبته. لي سلايس هادو كانوا عندي. هنا لي فرomاج انت كل واحد كما قال على حساب المقدور تاعو. تقدري حتى انك ما ديريش كاع الدجاج، وديري مثلا اذا كان ولادك يحبوا شويه تكتوكه، غير حاجه قليله تاع مركز مثلا، ولا غير شويه تاع فيونداشي اللي حبيتي ديري اختي العزيزه. المهم يعني لي فرomاج هادو راح يعطوا له بنه. زيدي ديري في البانينوز يخرج ساندويتش من اروع ما يكون، مشخشخ كما يقولوا مفرمج، وراح ياكلوه وليداتك ويفرحوا به. هاوليك البنات اللي ما عندهاش بانينوز تقدر تستعمل المقلات اللي فيها الخطوط هكذايا، وتزيد تلبز مثلا باي حاجه تكون ثقيله عندها، ويخرج لكم يتحمر ويجي اكثر من رائع. جوزي بحيره يومنا الايام. هذا هو. والداخل لافاس اختي العزيزه الابداع يرجع لك على حساب واش عندك في البيت ديالك. هنا راح نشارك معكم كان عندي ثاني شويه تاع الكبده تاع الدجاج. هنايا الكبده تاع الدجاج خياتي انا يحبوها ولادي، لكن انا ما نبغيهاش بكل صراحه. يحبوها اون صوص روج. درت هنا الثوم وندير لي زيبيس، ندير زنجبيل، شويه فلفل كحل والملح هو فقط، شويه فلفل عكري، شويه ثاني تاع لاصوص طوماط، نص مغرفه ولا صوص طوماط اللي كنا طيبناها مع بعض. نقلي كلش البنات مع هذاك الثوم، ونزيد لها فتيته تاع الماء فقط ونخليها طيب. هي ما تبطش وطيب، انا يحبوها بزاف بناتي. تقدري تجمريها يعني ما يكونش فيها بزاف تاع مرقه، وديريها ايضا في لي ساندويتش اذا كان يحبوها وليداتك ساندويتش. انا درتها بهذا الشكل وكلوها كما يقولوا غمسوا بها وخلاص. هذا هو البنات. راح نقترح عليكم ايضا هنايا بيانكو على بالي هذايا مش راح يكون بالك في المنيو، لكن ربي يعلم انا المخ خياتي تاع العيد الاضحى هذا وين جبدته، يعني في هذا الاسبوع اللي جبدته ودرتو للزوج. بعد ما تغسليه مليح مليح اختي العزيزه تقطعيه وديروا له اون بتيت كيفاش يقولوا درسه هكذايا تكون فيها ايضا الثوم. هنايا شوفوا راني ندير في لاصوص طوماط اللي كنت حضرتها معكم تاع العلا، يعني جزء منها راني نكونسومي او ميم طون نزيد نخدم خياتي، يعني ما نقعدش انايا نقشر في الطوماطيش وما الى ذلك مع السخانه. لي صوص طوماط ولا صوص بيتزا يعني موجدتهم البنات راهم في البلاكار راني نخدم بهم او ميم طون. كل ما نلقى الطوماطيش خياتي نزيد نجيب ونزيد نخدم ونحط في البلاكار وندير حساباتي.
خياتي البنات دو تال فاصون، يعني يعني ندير العلا تاعي على طول العام. ربي فقط يقدرنا ويعطينا ان شاء الله الصحه ديالنا، هذا ما كان، وتكون الامور تمشي. على بالي سخانه البنات وراه الامور ديفيسيل، لكن الانسان اللي عنده عائله لازم يوقف عليها. شويه تاع الثوم هنايا خياتي، هذا التابل تاع واسمها هذيك التابل تاع الحار اللي كنت شاركته معكم في عيد الاضحى. تعرفوا البنات راهو قريب يخلص لي، خي شفتوا درت منه كونتيتي كبيره، وفي اخر الفيديو راح نحطه لكم واحد التابل خياتي، خاصه بالنسبه للناس اللي يحبوا شويه تاع الحار، رائع رائع اكثر من رائع البنات، اللي كان فيه مخلط فيه الفلفل دريس وما جاش كامل حار، غير كي نديرها كمغرفه كبيره ليعطيني حروريه. المهم عندنا الثوم، عندنا هذاك التابل تاع الحار، عندي شويه تاع العكري، عندي فلفل كحل زنجبيل البنات، شويه تاع لاصوص طوماط، وهاو المخ ديالي البنات بعد ما غسلته كامل. وشنو غسلوه مليح، نحولو كامل هذيك الشحمه هذه، فتلقاو فيها عظم هكذايا لاصق فيه تاع الكبش، وتقطعوه يعني مخ هكايا صغير مي كوميم، ولا غير البنات يدير تقسويله قيس شخص واحد. قولوا لي البنات نتوما ولا اسكو يتباع ولا جامي شريتو؟ انا من العيد للعيد اللي نديرو للزوج، سينو جامي شريتو. وتحبوا ديروه من بالبيض البنات، انا هنا ما زدتلوش البيض، بعد ما قطعته هذيك كيما نقولوا الدرسه تاعي تجمرت، حطيت هذاك المخ البنات وراني نقلي فيه هكذايا سي بون، ما زدتلوش البيض. الناس اللي حبت شغل تزكيه بوغ دو بيرسون ولا ما عليها غير ان تزيد فوقو البيض، حبه ولا زوج ولا ثلاثه، كل واحد على حساب المقدور ديالو وعلى حساب اللي ياكلوه في البيت. انا الزوج فقط هو اللي ياكلو، مادام كانت وصفه موجوده خياتي وصورتها قلت نحطها معكم. هاي ليك الكميه فوالا خياتي، على حسب الواحد واش ياكل. وهنايا عندي كبده هنايا تاع الدجاج، بعد ما تتجمر خياتي نحطها لبناتي مع شويه شلاضه شويه بطاطا مقليه. المهم هادو هما يعني الاقتراحات تاع هاد الفيديو خياتي. اذا عجبوكم ما تنسونيش باللايكات والبارطاج. ابقى على خير الى فيديو اخر باذن الرحمن.